السلام عليكم الاخوان. هذه واحد القضيه مستعجله. اي واحد عنده رخصه السياقه المده ديالها فاتت 10 سنوات، ما تحتاجش على انك البيرمي ديالك يكون وفى، يكون سالات تاريخ الصلاحيه ديالو. يكفي على انه فات فيه 10 سنوات، حيت واحد الوقيته كانوا كيعطيو 12 عام، عاد من بعد ولاو كيعطيو 10 سنين. فالناس اللي وصلت تاريخ الصلاحيه ديالو وصل البيرمي ديالو ل 10 سنين، فضروري لانك دير الفحص ديال العينين. يعني الفحص اللي كتمشي عند الطبيب وكتقول ليه بغيت نفحص نشوف العينين ديالي واش مازال كنشوف ولا لا، باش الا توضح على انه خاصك دير النظر كيطبعوا لك النظر، الا توضح على ان الرؤيه ديالك مزيانه وديك الشهاده كتخليها معاك، وكاوش داك شي بوليسي ولا شي جدارمي كتوريها ليه. سينو راه مخالفه ديال 400 درهم. بزاف ديال الناس تقيدوا لهم مخالفات هاد الايام هادي وتيبقاو ديال القانون ما كناش عارفينه. وهذا القانون كاين في الماده 14 في القانون ديال مدونه السير اللي تصدر عام 2010. والقانون شنو تيقول؟ ها هو نقرا عليكم. يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل 10 سنوات. يعني هذا قانون قديم، كل 10 سنوات، ويجري الفحص الأول على الأكثر داخل 3 أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختيارية. إذا كل 10 سنين خص الواحد يدير هذا. إلا ما درتيهاش فعندك مخالفة ديال 400 درهم. إلا خلصتيها سور بلاص، إلا ما خلصتيها سور بلاص وخلصتيها الغدا كتولي 500 درهم، من بعد كتولي 600 درهم، من بعد كتولي 700 درهم. كاينين المخالفات اللي كيكونوا من الدرجه، هذه مخالفه من الدرجه الاولى. كاينين مخالفات بحال مثلا من الدرجه الثالثه اللي كتكون على سبيل المثال مثلا السرعه، كتكون خصك تخلص 150 درهم الا خلصتيها سور بلاص. الغد الا ما خلصتيش كتزاد لك 50 درهم. وهاد المخالفات هادو لا كتزاد لك 100 درهم كل نهار. مساله واحده اخرى، الا شدك بوليسي ولا شدك جدارمي وسمح لك، فهذا لا يعني على انه زعما كنت راك على حق. راه فاش كيسمح لك راه دار معاك مزيان، كما كاينين في كاع الدول ديال العالم. بعض المرات كيشتك بوليسي ولا كيشتك جدارمي في اوروبا كاع ولا في امريكان، يلقى عندك مخالفه وتيقول لك اودي يلاه انا هاد المره هادي ما غاديش نقيد ليك وهاد المره ما ندير معاك والو، ولكن هي تعتبرها بحال ورقه صفراء، بحال كارت جون، بحال انذار. المره الجايه رد البال ولا المره الجايه قاد هاد الورقه. ولكن في نفس الوقت الا مشى تقيد لك المخالفه راه طبق معاك القانون، ماشي تلومو هو. حنا كنشوفو الضرب مع البوليسي ولا الضرب مع الجدارمي ونوضو الهيلاله والسيد فيه لافوت. فإلا سمح لك الله يرحم الوالدين، إلا ما سمحش ليك وقيد ليك راه ما كيعنيش على انه خايب ولا انه ما مزيانش، راه طبق معاك القانون. والله يحسن العوال كل واحد حتى هو راه عنده اوبجيكتيف، حتى هو راه عنده واحد الكونطاروند خصو يردو. كيف ما انت في خدمتك خصك تطبق شي حوايج وعندك واحد لي زوبجيكتيف واحد الاهداف، حتى هو عنده واحد الاهداف واحد لي زوبجيكتيف. يعني لا قيد ليك البوليسي ولا قيد ليك الجدارمي راه من حقه فاش تكون داير المخالفه، راه من حقه وحاجه عاديه وخصك تقبلها. حنا اش كيوقع لنا فاش ما كيسمعش لينا كنحسوا براسنا بحال الا حنا اللي ما درناش لافوط وهو ظلمك. لا، سمح ليك الله يرحم الوالدين، ما سمحش ليك راه داري خدمته. وتبارك الله عليكم، والله يحفظنا ويحفظكم، ونتمناو حتى شي واحد ما يطيح حتى شي مشكل، ونتمناو كل واحد يكون ورقات ديالهم مريقلين. وكاينين اوراق واحده اخرين لا كارت غريس هي راه كتموت، كل ورقه راقب الصلاحيه ديالها. وعرف القانون وقرا عليه، سير قرا على مدونه السير وقرا القوانين وقرا المخالفات باش وقع شي حاجه تكون عارف راسك فين حاط رجليك، وتكون عارف شحال تخلص والطريقه باش تادي. كاين اللي تيأدي بالشيك، كاين اللي تيأدي بالسبيس، كاين بزاف ديال الطرق ديال الاداء حتى هما قراو عليهم، ومزيان الانسان يكون عارف اللي عليه وما عليه. والله يحفظنا ويحفظكم، تبارك الله عليكم.